بعد المنظر اللي انتوا شايفينه دوت، احنا لازم نحط لها جنتيانة تكون زرقاء ما تكونش حمراء، عشان هما اللون الاحمر بيستفزهم ويخلوا يعضوا بعض. حتى لو هي لاقيه في حاجه جسمها لونها احمر، هتقعد تنقر في جسمها لحد ما تعور نفسها. فاضطرينا ان احنا نعمل له ايه، نجيبوا كل البرابر وكل الديوك ونقصلهم منقرهم. مش الديوك بس، لا بصوا اهو، المنقار البرابر والديوك كل حاجة، يعني كل ديك وفرخة بقهم منقارهم كبير، لازم نقص المنقار بتاعهم كويس. واهم حاجة بعد قص المنقار للفراخ والديوك نحط لهم مية، ولو عندك فيتامينات حطي، بس اهم حاجة قص المنقار دوت لازم يكون الصبح بدري يا اخر الليل. ليه؟ عشان الجو ما يبقاش حر عندهم وينزلوا دم ياما ويضعف منك الفرخ. ونحط لهم ميه ونحطهم، لو عندك فيتامينات حطي، ما عندكش مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه ما يكونش وانت بتقصي يكون الجو حر، عشان ما يحصلهمش نزيف جامد ويتعبوا منك.